يعني بيتجسسوا على 2.5 مليون شخص عشان عايزين يتجسسوا على واحد إيراني في حزب الله. أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحاز فكرة. هو إيه اللي بيحصل في إيران؟ معقولة الكم ده من الاغتيالات والاختراقات الأمنية للمرة التانية بعد حرب ال 12 يوم اللي كانت السنة اللي فاتت؟ ما هو لازم يكون يا إما الرئيس الإيراني هو اللي جاسوس، يا إما إيران دي كلها جواسيس علشان كل الكم ده من الاغتيالات الناجحة تحصل. هو مين الجاسوس في إيران؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، فيلا بينا نبدأ. في 2013 أمريكا كان عندها فضيحة كبيرة جدا أشبه بفضيحة إبستن الحالية، هي فضيحة إدوارد سنودن. سنودن كان خبير كمبيوتر وموظف في وكالة الأمن القومي الأمريكية. هرب لهونج كونج ومعاه آلاف الوثائق، وبعد كده خد حق اللجوء السياسي لروسيا. إبستن عذرا سنودن سرب الوثائق دي للصحافة البريطانية. الوثائق دي كانت بتكشف عن تجسس أمريكا على كل الناس في العالم، تجسس على الناس العاديين وعلى السياسيين، على الأصدقاء وعلى الأعداء، على رؤساء دول زي أنجيلا ميركل وروسيف رئيسة البرازيل، على الأمريكان وعلى الأجانب، تجسس على كل المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، على كل السيرفرات، على أي هاتف وأي لابتوب، قدرة على اختراق كل الأجهزة الإلكترونية. سنودن في الوثائق اللي سربها كشف فيها ان وكالة الاستخبارات الامريكية بتستخدم تطبيق اسمه بريزم لجمع البيانات واختراق اي نوع من البيانات والمعلومات بتوصل بيه او بتخترق بيه اي هاتف واي كمبيوتر، اي سيرفر واي موقع، وبالتعاون مع شركات التكنولوجيا الامريكية. شركات التكنولوجيا طلعت وقالت كلام سنودن ده مش حقيقي، احنا مش بنسمح للاستخبارات بالوصول لاي بيانات او معلومات للعملاء. طلع سنودن ورد عليهم بطريقة الفنان محمود عبد العزيز في فيلم الكتكات لما قال للنجاح الموجي تستعمان يا هرم، قال لهم انتوا ناسين ان انا كنت موظف في شركة ديل احد مكاتب وكالة الامن القومي، انتوا كلكم مشاركين، فيسبوك، مايكروسوفت، ابل، ياهو، كله مشارك في عملية التجسس دي واختراق كل بيانات الناس في العالم، وكلكم مشاركين في الفضيحة دي. سنودن قال ايه كمان؟ قال إن كل المعلومات والاتصالات اللي بتوصل ليها وكالة الأمن القومي الأمريكية بتبعتها مباشرة لإسرائيل بدون مراجعة وبدون تنقيح، وده المفترض إنه الإجراء المتبع ما بين أجهزة المخابرات، إنه بيراجع المعلومات وينقحها قبل ما يبعتها. قال لك لا، كنا بنبعت لإسرائيل الرو ماتيريال على طول. يعني ايه، خد يا كوهين يا اخويا كل طن البيانات والمعلومات والاتصالات دي، شوف لو انت عايز منها حاجه. طبعا ده كان زمان، لكن دلوقتي اسرائيل بقى عندها حريه الوصول المباشر للبيانات والمعلومات بطريقه حلزونيه. كنا اتكلمنا عنها في حلقه شراء جوجل لشركه ويز الاسرائيليه للامن السيبراني، وكان اتكلم عنها رائد الاعمال الايرلندي بول بيجار، وملخصها كالاتي: صناديق الاستثمار الامريكيه الكبيره او الفينشر كابيتال بتستثمر في الشركات الناشئه الاسرائيليه او الستارت ابس. الستارت ابس دي مؤسسينها هم عملاء وجواسيس في الموساد من خريجي الوحده 8200 في الجيش الاسرائيلي. بعد ما الشركات الناشئه دي تقف على رجلها، تدخل شركات التكنولوجيا الامريكيه البيج تك تشتريها وتستحوذ عليها بأرقام ضخمة. جزء منها إنه دعم للاقتصاد الإسرائيلي، الجزء الثاني إنه نقل لعملاء وجواسيس الموساد إلى داخل الشركات التكنولوجيا الأمريكية، زي ما قلنا زي عملية استحواذ جوجل على ويز مؤسسينها 4 من الوحدة 8200 أو الموساد. كده هم دخلوا بقوا في مراكز قيادية في جوجل، وفي نفس الوقت إسرائيل خدت 35 مليار دولار دعم للاقتصاد الإسرائيلي. وزي ده كتير، جاي روزن مثلا أحد خريجي الوحدة 8200 هو دلوقتي مدير أمن المعلومات في شركة ميتا اللي هي مالكة لفيسبوك وانستجرام وواتساب، وهو المسؤول عن سياسات القمع الخاصة بمنع أي كلام عن غزة أو الإبادة على فيسبوك وانستجرام وخلافه. مثال آخر تومر كوهين ده نائب مدير لينكد إن للمنتجات، برضو أحد خريج الوحدة 8200، وأول ما تولى المنصب راح خد قرار بالاستحواذ على شركة إسرائيلية على ما أتذكر اسمها أوريبي، ودخل جوه لينكد إن 50 واحد من اللي عاملين في أوريبي وخريج الوحدة 8200 برضو جوه لينكد إن، والعشرات من ذلك. هنلاقي إن شركة جوجل ومايكروسوفت كل الشركات الأمريكية استحوذت على عشرات من شركات الناشئة الإسرائيلية ونقلوا عملاء الموساد داخلهم. بالتالي إسرائيل بقى ليها دايركت أكسس على كل المعلومات والبيانات بتاعتنا.
نرجع تاني لإدوارد سنودن واللي اتعمل عنه فيلم إخراج المخرج الشهير أوليفر ستون في 2016، واتعمل عنه فيلم وثائقي خد أوسكار. سنودن في الفيلم ده بيقول إن هما كانوا في مرة عايزين يتجسسوا على مصرفي إيراني في لبنان، مشتبهين إنه على علاقة بحزب الله، فتجسسوا على كل الاتصالات بتاعته وعلى كل المحيطين بيه. فكان ليه ابن عم جراح بريطاني تجسسوا برضو على كل المحيطين بالجراح وقعدوا يتجسسوا ويتوسعوا في الدوائر. قال لك لدرجة إن أنا كنت قاعد بستمع وبتجسس على مكالمة ما بين واحدة هتعمل عملية عند الجراح البريطاني ده وبتكلم والدتها في كوستاريكا عن العملية. قال لك التوسع في الدوائر دي وصل لعدد اللي أنا بتجسس عليهم علشان أوصل للمصرف الإيراني ده ل2.5 مليون شخص. يعني بيتجسسوا على 2.5 مليون شخص عشان عايزين يتجسسوا على واحد إيراني في حزب الله. تخيل كده لو هم كل واحد إيراني عايزين يتجسسوا عليه هيتجسسوا على 2.5 مليون واحد. أكيد يعني في ال 2.5 مليون دول مفيش 10 يعرفوا لاريجاني، مفيش 5 يعرفوا محسن فخري زاد العالم الإيراني اللي تم اغتياله في قلب طهران، مفيش 3 تاني على علاقة برئيس إيران اللي وقعت بيه الطيارة. طبعا اختراق كبير يديك دلالة أو يديك وضوح إزاي هم بيوصلوا للمعلومات دي وإزاي تم استهداف القيادات الإيرانية بهذه السهولة، لأنهم عندهم بنك معلومات بشع. حاجة تاني برضو كان في الفيلم كان سنودن عايزين يتجسسوا على واحد اسمه مروان في سويسرا، ومروان ليه بنت، فتجسسوا على بنته عن طريق انهم فتحوا كاميرا اللابتوب بدون ما اللابتوب يكون شغال وبصوا عليها وهي بتعمل ايه في أوضة نومها عشان يبتزوه، حاجات كتير من هذا القبيل. خلي بالك هو في اغتيال خامنئي الصحافة الغربية اتكلمت على إن إسرائيل اخترقت الكاميرات اللي موجودة في شوارع طهران كلها، ومنها قدروا يحددوا مكان خامنئي ويستهدفوه، لدرجة إن في ضابط إسرائيلي قال أنا بقيت عارف شوارع طهران أكتر ما أنا عارف شوارع القدس. فبالتالي اختراق الكاميرات والهواتف واللابتوب كل الحاجات دي متاح وقادرين عليه، وده اللي بيخليهم عندهم هذا الكم من الدقة في الاستهداف والاغتيالات. خلاصة القول في كلام إدوارد سنودن وبول بيجار إن إحنا بكل بياناتنا بمعلوماتنا بأجهزتنا الرقمية، موبايلاتنا وكمبيوتراتنا، كل أسرارنا، بسلطاتنا، ببابا غنوجنا، مكشوفين قدام إسرائيل وأمريكا. أو زي ما بيقول الفنان شيكو في مسلسل اللعبة، ايه انت ملط يا بسيوني ملط. انت ملط يا بسيوني. نقدر نقول ان احنا تحت وطأة ما يصطلح او نقدر نقول عليه العبودية الرقمية. العبودية الرقمية دي اللي بتخلي كل بياناتنا واسرارنا وخصوصيتنا وكل اجهزتنا التكنولوجية مكشوفة، بل اصبحت اسلحة موجهة لينا، موجهة ضدنا في حالة وقوع اي خلاف او عداء ما بيننا وما بين امريكا واسرائيل. وده اللي عايشة فيه ايران حاليا او اللي بيحصل مع ايران دلوقتي. في الحقيقة في دول كتير قررت تاخد خطوات علشان تتخلص من العبودية الرقمية دي. دول زي الصين أدركت من بدري الكارثة اللي ممكن تحصل لما يكون في انكشاف معلوماتي وللبيانات بهذا الشكل، فتلاقي إن كل التطبيقات الأمريكية والمواقع دي ممنوعة في الصين. مفيش فيسبوك، مفيش جوجل، مفيش واتساب، وعملوا بدائل محلية زيها ويمكن كمان أحسن منها في كثير من الخصائص. فتلاقي في الصين بدل واتساب في ويتشات، بدل يوتيوب وجوجل في بايدو، مكان فيسبوك في ويبو. بدائل محلية كفءة جدا علشان تمنع الانكشاف الكارثي للبيانات، لأن الصين عارفة إن كده كده أمريكا عايزة تسيطر على العالم وإن المواجهة جاية. الوضع ده اللي في إيران هو وضعنا كلنا كدول عربية وإسلامية، بل أي دولة على عداء أو مش على وفاق مع أمريكا. واللي بيحصل مع إيران ده ممكن يحصل مع أي دولة، ولكن هو علشان إيران أظهرت ليهم العداء أو الخلاف فابتدوا يستخدموا كل هذه البيانات ضدها. ممكن حد يقول طب ليه نصطدم معاهم؟ ما نعيش في سلام ووئام ومحبة واتفاقات إبراهيمية وتطبيع ونمشي أمورنا. ما هو مش هيسيبك يا أستاذ، هو أصلا مش شايفك. انت كل يوم واحد فيهم بيطلع بيتكلم عن إسرائيل الكبرى من الفرات للنيل،
من كام يوم نفتالين رئيس وزراء إسرائيل السابق اللي قبل نتنياهو طلع قال لك تركيا هي اللي جاية بعد إيران، ونتنياهو من كام يوم قال لك هنقضي على المحور السني بعد ما نخلص على المحور الشيعي، ومايك هاكابي سفير أمريكا قال لك ده إسرائيل ليها وعد كتابي بالشرق الأوسط ومن الأفضل إنها تستحوذ على الشرق الأوسط كله. هو مش شايفها، فبالتالي كده المواجهة جاية، حتى لو أنت قررت تطبع معاه أو تستسلم معاه برضه هو عايز يسيطر عليك. فلازم يكون لينا بدائلنا المحلية علشان نحمي بياناتنا ومعلوماتنا من الاستهداف، خصوصا ان الفجوة ما بيننا وما بينهم بتزداد مش بتقل. اللي كان بيتكلم عنه سنودن ده من 15-20 سنة، دلوقتي الوضع بعد دخول الذكاء الاصطناعي الوضع بقى أسوأ وتفاقم، لأن بقى عندهم قدرة أكبر على جمع المعلومات، قدرة أكبر على معالجتها والاستفادة منها واتخاذ قرارات. وكل الاغتيالات اللي احنا بنشوفها دي هي نتاج الذكاء الاصطناعي والقدرة الكبيرة على معالجة البيانات وجمعها واتخاذ قرارات سريعة. فاللي بيحصل مع إيران ده عبارة عن بروفة صغيرة اللي ممكن يحصل مع أي دولة تظهر أي قدر من الاستقلالية. فهتلاقي مثلا إن آثار الذكاء الاصطناعي موجودة في كتير من الاغتيالات اللي بتحصل في إيران. اغتيال علي لاريجاني مثلا، تقارير بتقول انه تم بعد فترة قصيرة من زيارته لوالدته. الزيارة اللي حذروه منها ان اصلا اسرائيل عندها برنامج ذكاء اصطناعي اسمه ويرز دادي او اين ابي، بتستخدمه كانت في غزة لاستهداف قيادات حماس اول ما يرجعوا يزوروا اهاليهم او عائلاتهم. برنامج مخصص لمراقبة ومتابعة الأفراد واستهدافهم أول ما يرجع القيادي اللي بيتتبعوه لبيت أهله. ويرز دادي ده بيشتغل بتكامل مع برنامج ذكاء اصطناعي آخر اسمه لافندر. لافندر ده بقى البرنامج اللي بيجمع البيانات المهولة من كل شيء، من اعتراض اتصالات، من الانترنت، من السوشيال ميديا، من الواتساب، من جواسيس على الأرض، من صور أقمار صناعية، من الكاميرات، من كل شيء بيجمع ده ويعالجها في ثواني ويفرزها ويصنف الأفراد، وبعد كده يديها البرنامج ذكاء اصطناعي آخر اسمه جوسبل أو الكتاب المقدس. جوسبل ده بقى هو اللي بيستخدم المنطق الاحتمالات، مين اللي يستهدف قبل مين أو مين اللي ليه احتمالية إنه يكون قيادي. بيستخدم بقى كل الاحتمالات، يعني واحد مشترك في جروب واتساب مع وفي الجروب ده أحد قيادات حماس أو أحد قيادات الحرس الثوري، يبقى ده احتمال يكون مستهدف أو عنصر خطر. مثلا واحد بيغير تليفونه كتير، واحد بينتقل في عناوين كتير، يبقى ده عنصر مستهدف بنسبة كبيرة. وده بيتم في ثواني معدودة، في 20 ثانية تقرير بتقول بيكون أخذ القرار أو طلع القرار ده للجنود أو للدرون أو أيا كانت الطيارة اللي هتستهدف القيادي دوه، ويتخذ القرار وفرز كل المعلومات دي في ثواني معدودة. ده بالنسبة لإسرائيل. أما بالنسبة لأمريكا فنقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي هو اللي بيحارب مش أمريكا، لأن العنصر البشري الأمريكي هو مش بيعمل حاجة غير إنه بيدوس انتر، لأن أمريكا بتستخدم منصات الذكاء الاصطناعي سواء مافين أو جسام من إنتاج شركة بلانتير، بالإضافة لمنصة كلود من إنتاج أنتروبيك، وعاملة تكامل ما بينهم. فمثلا كلود وجسام بيعملوا جمع البيانات من بقى زي ما قلنا كل حاجة، اتصالات، واتساب، رسائل، إشارات رادار، حتى إشارات زلازل، كل حاجة بيجمعوها ويتم عمل من هذه البيانات منصة حرب تفاعلية بتظهر بقى مقرات الحرس الثوري الإيراني، تجمعات القوات، منصات الصواريخ، كل حاجة. وبعد كده يدخلوها على منصة مافين. مافين بقى يعمل تصنيف للأهداف دي، أهميتها وأولويتها، تأثيرها على سير العمليات، يعمل سيناريو للرد الإيراني المتوقع، يقترح السلاح الأفضل لاستهداف الهدف ده، ويطلع بخريطة حرب تفاعلية عليها بقى كل هدف والسلاح المناسب للتعامل معاه وأولويته وأهدافه. والعنصر البشري مش بيعمل حاجة غير إنه زي ما قلنا يدوس زرار انتر. وتعالوا نشوف هكان فيدان وزير خارجية تركيا الحالي ورئيس مخابراتها السابق بيقول ايه في النقطة دي. Bunu bilerek hep belli yeteneklerin geliştirilmesi meselesine ağırlık verdik. Birincisi, şimdi devam eden savaşa da bakıyorum. Yani istihbari açıdan, güvenlik açısından askeri yetenekler, operasyonlar, harekat kararları, zamanlamalar, bunlar hep düşünüyorum sürekli. Böyle film şeridi gibi. Bunlara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Aslında siber istihbarat, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, önleyici istihbarat,
hava izinlerinin bulunması, görüntü istihbaratı uzaydan, yani bir defa bu noktalarda sen ev ödevini yapıp yeteneklerini geliştirmediysen hani İsrail Amerika ile ağız dalaşına bile orada şey yapmaman lazım. Şimdi bu önemli bir şey. husus. كلامها كان في ده ممكن يفهم منه انه يدعو للخضوع او ان احنا مش قد الناس دي، ولكن هو في الحقيقة بيوصف توصيف دقيق للوضع الحالي. هو بيوصف الواقع ان امريكا واسرائيل في مجالات الامن السيبراني والاستخبارات الوقائية والتكنولوجي عاليين جدا في الحتة دي، ولازم احنا لما نجهز لمواجهة معاهم نكون جاهزين لده، لان المواجهة معاهم جاية، ولكن لما واجههم لازم اكون بستخدم نفس سلاحهم او عندي استخبارات وقائية او حماية من استخدامهم للبيانات والمعلومات دي ضدي زي ما هم بيعملوا مع ايران حاليا. ده هو المقصود من كلام هكام فيدان، وده لازم يؤخذ في الاعتبار. وخلاصة القول في الموضوع ده إن السلاح وحده مش كافي، لأن في الحروب الحديثة دلوقتي اللي بيمتلك البيانات بيمتلك الحرب، واللي بيمتلك الخوارزميات بيمتلك الحرب، واللي بيمتلك التشويش والهجمات السيبرانية بيمتلك الحرب أيضا. وشركات زي بلانتير وانثروبيك، شركات الذكاء الاصطناعي والبيانات دي ما بقتش شركات تكنولوجيا عادية، دي بقت شركات في قلب العمل العسكري، شركات في قلب العمل الاستخباراتي. وده ممكن يوضح لنا ليه مثلا ترامب في الحفلة بتاعت توليه الحكم في أمريكا كان رؤساء الشركات التكنولوجية الأمريكية دول قاعدين في الصف الأول، قاعدين في المكان المخصص للعائلة. ده يديك تصور عن أهمية الشركات دي في أمريكا وأهميتهم في الحروب الحديثة اللي جاية. الحاجة التانية، إيران مش نمر من ورق زي ما بيقولوا، والدليل صمودها وجسارتها وقدرتها على إيلام الكيان لحد دلوقتي، والاستمرار في إطلاق الصواريخ المصنعة محليا بتكنولوجيا محلية. ولكن اللي بيحصل مع إيران دلوقتي هو ممكن يحصل زي ما قلنا مع أي دولة عربية أو إسلامية أو أي دولة حتى مختلفة مع أمريكا. يعني اللي حصل في أسبانيا السنة اللي فاتت من انقطاع للتيار الكهربائي والاتصالات، الله أعلم ده كان ليه، بس احنا عارفين إن أسبانيا على خلاف ومواقفها ضد أمريكا. فده ممكن يحصل مع أي حد، لأن ده مش اختراق أمني واستخباراتي عادي، ده اختراق تكنولوجي مروع. دي حاجة أشبه باللي حصل زمان في الحروب لما تحولت من السيف والرمح لأنها أصبحت بالبندقية والمدفع. فده تحول جذري كبير في الحروب. من الآخر الموضوع مش شوية جواسيس على الأرض قدروا يخترقوا نظام أمني، لكن الموضوع هو العبودية الرقمية والتكنولوجيا اللي بقينا تحت سطوتها، التكنولوجيا اللي بقت بتستخدم البشر وبياناتهم وتديهم للي عنده القدرة على تجميعها وتحليلها والاستفادة منها. لأننا مش هيبقى لينا مكان تحت الشمس لو ما قدرناش نحمي بياناتنا وبقى عندنا بدائلنا المحلية في كل التطبيقات التكنولوجية. مش هيبقى لينا مكان تحت الشمس لو احنا مش متقدمين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات والاستخبارات الوقائية. وزي ما قال كليف هامبي أستاذ الحاسبات والمعلومات الإنجليزي في عام 2006 إن data is the new oil، أو البيانات هي بترول العصر الحديث. لأن البيانات في الحقيقة زي البترول، محتاجة لتكرير وتحليل لاستخراج الرؤى والأفكار والقرارات منها. بالتالي إحنا وصلنا لإجابة السؤال اللي قلناه في أول الحلقة، هو مين الجاسوس الإيراني؟ الإجابة هي data is the spy، البيانات هي الجاسوس الإيراني. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.